في لحظة معينة كده يا صديقي بتجيلك بتبقى لحظة فاصلة، لازم تختار اكمل في الطريق اللي انا ماشي فيه ولا اخد القرار، تكمل زي ما انت ولا تاخد قرار يغير حياتك. في ناس عايشة عمرها كله خايفة بس تقول انا عايز اتغير، لكن البني ادم اللي بيكسب هو اللي بياخد القرار بتاع التغيير، مش اللي بيستنى الظروف ان هي تكون مناسبة علشان يقدر يتغير. فيا صديقي ركز معايا عشان اللي جاي ممكن يغير حياتك. التغيير مش بيبدأ بالظروف، التغيير بيبدأ بقرار. انت لو مستني الظروف تكون 10/10 فده مش هيحصل. لازم القرار تاخده من ارادتك من جواك حتى لو كان كل اللي حواليك ضدك، والمقصود هنا قرار يكون صح مش قرار غلط. انا بتكلم على القرارات المفروض ان هي صح وانت مأجلها او بتسوف فيها او بتماطل فيها علشان ما تعملهاش. يعني ما تكونش حاجة غلط او حاجة ممكن تأثر عليك بالسلب في المستقبل واللي حواليك بيحاولوا يمنعوك، لكن انت مصمم عليها وهم شايفين ان هي غلط وانت شايف ان هي صح. والقرار مش لازم يكون ضخم، لا كفاية ان انت تقول لنفسك انا مش هكمل في الطريق ده، انا هبدأ من جديد. ولازم تعرف ان القرار عمره ما كان سهل مهما كان بسيط، لكن هو بيبقى دايما البداية. لازم تعرف ان انت اللي بتختار حياتك، مش ظروفك ومش الناس ومش الماضي بتاعك. اللي بياخد باله من الثلاث نقط دول هو دايما اللي بيوصل للطريق الصح. ظروفك، الناس، الماضي بتاعك، كل دي سلاسل مأيداك. لو اخدت بالك من الثلاث حاجات دول صدقني هتوصل للطريق الصح. انا ممكن اديك امثلة كتير جدا، لكن اكبر مثال اقدر اقوله لك هو اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه في الحديث. قصة رجل قتل 99 نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض، مين هو أعلم أهل الأرض عشان يفتيني، فدلوه على شخص. راح للشخص ده قال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ فقال له لا، فأكمل به 100 وقتله، يعني قتل 100 نفس. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل آخر، فذهب للرجل العالم وقال له أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فقال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها إناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. دي قصة اللي أنا عاوز أقوله منها والشاهد فيها إن هو دله إن يسيب المكان اللي هو قاعد فيه، لأن المكان اللي هو قاعد فيه ربطه بالماضي وده مأيده، معروف هناك إن هو قاتل، فواضح جدا إن الناس بتستخدمه من هذا المنطلق ومش قادر يخرج بره الموضوع ده وهو عاوز يتوب. إيه اللي حصل؟ الراجل فعلا سمع الكلام ورايح للأرض الفلانية دي، وسبحان الله يأتيه الموت في الطريق، فتنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وتختصم فيه. ملائكة الرحمة بتقول ان هو تاب وجاء بقلبه الى الله مؤمنا، وملائكة العذاب تقول لم يفعل في حياته خيرا قط. فارسل الله اليهم ان قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى، يعني اقرب، فهو اليها. فسبحان الله لما قاسوا المسافة ما بين الارض السيئة والارض الطيبة اللي هو كان رايحها، ربنا عز وجل قرب جثمانه بشبر للارض الطيبة فاخذته ملائكة الرحمة. فالعبرة من القصة فيها هنا كذا عبرة. اولا ان ربنا عز وجل بيغفر الذنوب طالما لم يشرك به، وطالما انت فعلا ناوي تتوب وتوبتك تبقى نصوحة وبتاخد خطوات لكده، فما تقيدش نفسك بالماضي. واكيد يعني يا صديقي انت ما قتلتش 99 ولا 100 نفس، انت كل ذنوبك هتبقى حاجات اقل من كده بكتير، لكن انت اللي مقيد نفسك بالماضي وكلام الناس وبتقول ظروفي. غير كده برضو من القصة بنستفيد ان الانسان لازم يسأل اهل العلم والخبرة، ويسأل شخص واثنين وثلاثة، وطالما هو مصمم على الطريق الصح يسأل كتير. وطبعا من اهم النقط ان انت تغير البيئة اللي انت عايش فيها وتغير الاشخاص اللي حواليك، لان احنا كتير جدا بنتأثر باللي حوالينا. كتير جدا تقول لو عملت كذا الناس هتقول عليا ايه، وزي ما قلت لك الامثله كتير. يعني مثلا لو شفنا الصحابه رضوان الله عليهم، لو كانوا تأيدوا بالماضي بتاعهم ما كانش زمان قدروا يحملوا الدين ويوصلوه لينا. كانوا بيعبدوا الاصنام وكان منهم قاطع الطريق وكانوا بيشربوا الخمر. كانت الحاجات دي لو كانت ايدتهم وتمسكوا بالماضي بتاعهم وكان الماضي مأيدهم ما كانش قدروا يعملوا اللي هم عملوه ده. وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من أكبر القرارات يا صديقي اللي الشباب كتير بيواجهها في الوقت اللي احنا فيه ده إن هو عاوز يبطل سجاير. ما تلاقيش واحد بيشرب سجاير ولا يقول لك أنا نفسي أبطلها، وده بسبب إيه؟ إن هو مش قادر ياخد قرار لكده، ولأن هو برضه شايف إن الموضوع صعب جدا وهيبقى موضوع كبير قوي، فأي حد بيكبر حاجة بتكبر عليه، إلا إن موضوع السجاير ده موضوع هايف وبسيط قوي. ودايما قول لنفسك حاجة هايفة وبسيطة زي دي مش قادر تاخد فيها قرار، هتقدر ازاي تاخد قرارات في الحاجات الكبيرة المصيرية اللي ممكن تقابلك في المستقبل؟ يعني خد الموضوع تحدي مع نفسك وما تكبرش الموضوع، لان الموضوع اتفه مما تظن. في شوية خطوات كده يا صديقي ممكن تعملها تساعدك ان انت تاخد القرار. عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب ايه القرار اللي انت عاوز تاخده ومأجله، وتسأل نفسك كده انت عاوز تاخد القرار ده ليه؟
وكمان اكتب انا لو اخدت القرار ده حياتي هتبقى عامله ازاي بعد سنه. حط سيناريوهات كده، لو اخدت القرار هبقى عامل ازاي، ولو ما اخدتش القرار هبقى عامل ازاي. انا عارفك والله ممكن تحس اللي انا بقوله ده حاجه بسيطه قوي وحاجه مش هتعمل لك حاجه، لكن صدقني انت لو بدات تكتب اللي انا بقوله ده وجبت ورقه وقلم انت مش بعيد تكتب حل اللي انت عاوز تعمله. كتابه افكارك وكتابه اللي انت عاوز تعمله وكتابه الخطط صدقني بتولد لك افكار كتير جدا جدا جدا، وممكن تلاقي الحلول في الافكار دي. ثالث حاجة، احكي القرار اللي انت عاوز تاخده ده لشخص بتثق فيه وبتثق في رأيه، مش عشان تستأذنه، لا، علشان تاخد منه رأي ومشورة، وكمان علشان يبقى مراقب عليك ان هو لما تاخد القرار يسألك كل شوية وصلت لفين وعملت ايه. رابع حاجة، قسم القرار اللي انت هتاخده ده لخطوات، وابدأ بخطوة بسيطة قوي خلال ال 24 ساعة اللي جاية. يعني يا صديقي مش لازم تاخد الخطوات خطوة كبيرة بخطوة كبيرة، لا، خليها خطوات صغيرة بحيث ان انت لو خايف الخوف ده يتكسر عندك وتاخد القرار الصعب في الاخر. لازم تعرف ان كل حاجة كبيرة في حياتك بتبدأ بقرار صغير. قرارك النهاردة ممكن يكون اول خطوة في حياتك اللي انت نفسك تعيشها من سنين. قول لي في الكومنتات ايه القرار اللي انت كنت مأجله وقررت تاخده بعد الفيديو ده، ويا ريت تشارك الفيديو مع صاحبك اللي بيأجل قراراته بقاله سنين. وفي النهاية يا صديقي اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه ولو بمعلومة واحدة، وافتكر دايما ان معلومة واحدة ممكن تغير حياتك. شير الفيديو عشان غيرك يستفيد. انا حسام سلام، واستناني ان شاء الله في الحلقة الجاية.